السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالنا كتير قوي ما سجلناش. بس شويه اسباب على شويه ظروف، وان شاء الله هنحاول في الايام الجايه ان احنا نسجل اكبر عدد من الدروس. واكتبوا لي كمان في الكومنتات ايه هي الدروس اللي عايزيني اشرحها في الايام الجايه ان شاء الله. النهارده حكايتنا مختلفه، هي مختلفه تماما عن اي قصه حكيناها، وهي الصراحه اهم قصه فيهم، لانها مش حكايه شخص واحد، حكايه شعب بحاله. عايزين نعرف اللي بيحصل دلوقتي بيحصل ليه، ورايح على فين، بمعلومات تاريخيه شويه كده هنبسطها باذن الله على قد ما نقدر، ونقدر ان احنا نوصلها للولاد سواء كانوا كبار او صغيرين يفهموا ايه اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي. فاهلا بكم في قناه مس اروى، ويلا نبدا مع بعض ونقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ممتازين جزاكم الله كل خير. يا مكان في قديم الزمان كان في بنت اسمها حلا. اسمها ايه يا ولاد؟ حلا دي يا ولاد كانت عايشة مع أسرتها، اللي هم مين بقى؟ باباها شطار، باباها كان نجار وكمان كان مزارع، وكمان كانت عايشة مع مامتها. شايفين مامتها العسولة دي؟ وكمان كانت عايشة مع أخوها الطفل الصغير ده اسمه عودة. اسمه ايه؟ عودة شطار. كانوا عايشين بقى فين يا ولاد؟ كانوا عايشين في بيت شطار، في البيت. شايفين البيت الجميل ده؟ عايشين في البيت ده. البيت ده فين يا ولاد؟ البيت ده في بلد اسمها فلسطين. اسمها ايه يا ولاد؟ فلسطين. كانوا كلهم عايشين في البيت ده، وباباها كان عنده مزرعة كبيرة جدا. المزرعة دي قدام البيت، كان هو زارعها بقى فاكهة كتيرة وخضار يا ولاد، خضروات كتيرة جدا. واكتر حاجة كان مشهور بيها هو ايه يا ولاد؟ بصوا كده، الزيتون. كان مشهور بيه جدا، حتى كل الناس كان بتيجي تشتري من عنده الزيتون. وكانت كل يوم حلا يا ولاد تصحى من النوم وتروح تلعب مع اخوها الصغير وتبوسه، وبعد كده تروح عند مامتها تحضر لها السندوتشات بتاعتها، وتطلع حلا على المزرعة تجيب تقطف الزيتون وتقطف الفاكهة اللي هي عايزاها وتروح تغسلها وتاكلها وهي مبسوطة كده ومستمتعة بالجو بتاع الصبح ده. وبعد كده باباها ياخدها يوديها المدرسة. تروح حلا على المدرسة وتشوف أصحابها وتلعب معاهم وهي مبسوطة قوي وسط أصحابها. وبعد كده تاخد الدروس بتاعتها، وآخر اليوم مامتها كانت بتيجي تاخدها ويرجعوا على البيت. فكانت حلا لما تروح تقول لمامتها بصي يا ماما، بصي يا ماما. مامتها تقول لها في ايه يا حلا؟ قالت لها شفت المعلمه بتاعتي ادتني ايه؟ قالت لها ادتك ايه؟ قالت لها ادتني هديه عشان انا كنت شطوره النهارده قوي. ومامتها تقول لها برافو عليكي يا حلا، يا رب يا رب دايما تكوني من شطار انت واخوكي يا رب، وربنا يحفظكم كده وتطلعوا احسن. كل جمعه يا ولاد كانت حلا بتاخد اسرتها ويروحوا يصلوا يا ولاد في المسجد الاقصى. يصلوا ايه؟ في المسجد الاقصى اللي موجود فين يا ولاد؟ موجود في فلسطين يا ولاد. موجود فين؟ في فلسطين. المسجد الاقصى ده من اهم المساجد. ليه يا ولاد؟ لانه احنا بنسميه اولى القبلتين. يعني ايه اولى القبلتين؟ يعني بكل بساطه زمان يا ولاد الناس كانت بتصلي في اتجاه المسجد الاقصى، لكن دلوقتي بقينا نصلي اتجاه الكعبة اللي موجودة في مكة. مش بس كده، كمان المسجد الأقصى يا ولاد زاروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزاروا الأنبياء. عشان كده احنا بنحب المسجد الأقصى ده وبنحبه، بنحاول ان احنا نحميه ونحافظ عليه من أي حد وحش يحاول يجي يهده أو يشيله. فكانت حالة بعد ما بيخلصوا الصلاة كانت تطلع هي ومامتها يفرشوا الأكل بتاعهم مع أصحابهم جنب المسجد الأقصى هنا أو في الساحة بتاعته، ويقعدوا ياكلوا بقى وهم مبسوطين والجو جميل جدا. في نفس الوقت في مكان وفي بلد بعيدة جدا كان في واحد اسمه ظالم. اسمه ايه؟ ظالم. كان عايش في بلده هو. ده ظالم ده يا ولاد كان عايش في بلد بعيدة جدا. خلاص، ومش هو لوحده، ده كان عايش مع عصابة. العصابة دي هي قرايبه وأصحابه، يعني أهله وأصحابه. خلاص، كان مكون عصابة كبيرة، هم دول قرايبه أهله وأصحابه يا ولاد. كانوا عايشين في البلد البعيدة دي يا ولاد. تمام؟
وليه بنقول عليهم ان هم عصابة؟ عارفين ليه يا ولاد؟ لان ظالم واهله دول كانوا بيدخلوا على البلاد او يدخلوا على الناس ويروحوا يسرقوهم ويضربوهم ويقتلوهم. مش بس كده، ده ظالم كان من الشخصيات المتكبرة جدا. متكبر يعني شايفة نفسها ان هي احسن حد، وان هي اللي هي لازم تعيش في الارض دي لوحدها هي واهلها واصحابها بس، ومحدش تاني يعيش في الارض دي، والناس لازم كل الناس اللي في الارض دي تموت وتتقتل، لكن هو اللي يعيش. واي حاجه حلوه او اي حاجه خير تجيله هو بس، وما تجيش لاي حد تاني. شخص اناني جدا يا ولاد، ما بيحبش غير نفسه وقرايبه بس، شايف ان هما اللي يستحقوا يعيشوا في الحياه دي، واي حد تاني لا، ما يستحقش ان هو يعيش. فظالم ده يا ولاد كان كل ما يدخل بلد يقوم يعمل ايه زي ما قلنا؟ يقتل الناس ويضربهم ويسرقهم وياخد الحاجه بتاعتهم. كل شويه يعمل كده. كل شويه لما بيعمل كده الناس تعمل ايه؟ تقوم واخده ظالم واهله دول تقوم تطلعهم بره البلد خالص، تطردهم بره البلد. كان بيعملوا ايه يا ولاد؟ تطردهم، يعني تطلعهم بره خالص. لحد ما جه واحد اسمه بلفور. ده بلفور قعد يفكر كده ويقول ايه؟ يقول احنا كل ما بنطرد ظالم ده يرجع لنا. ظالم ده قرفنا جدا، ده عامل لنا ازمه في كل حته. احنا لازم نشوف طريقه نتخلص من ظالم ده. يعني لازم نفكر في فكر كده نطرده خالص عشان ما يرجعلناش. كل ما بيرجع لنا يموت الناس. لا احنا لازم نطرده خالص، ونشوف نشوف طريقه نبعده عننا خالص. ايه هي الطريقه؟ قعد يفكر لحد ما جات له فكره. فراح لظالم وقال له مش انت في كل حته عمال الناس بتطلعك بره وبتطردك ومحدش بيحبك؟ قال له اه. قال له طب ايه رايك لو وديتك مكان تعيش فيه انت واهلك واصحابك، وتعيش بقى براحتك وتاكل وتشرب وتعمل الدوله بتاعتك ومحدش هيكلمك خالص؟ قال له متاكد محدش هيكلمني؟ قال له اه. قال له طيب يلا وديني بقى. فرح قوي ظالم ان هو هيروح الارض دي. فبلفور خد ظالم ده وراح وداه يا ولاد؟ راح وداه فلسطين. وداه يا ولاد؟ فلسطين. راحوا يعيشوا في فلسطين. لما ظالم ده دخل فلسطين دي يا ولاد، لقى فيها شعب كبير جدا، ناس كتيرة جدا، وفيها مدارس وفيها مستشفيات. فجري ظالم لبلفور وقال له الحق ده انا لقيت فيها ناس، دول هيطردونا، هنعمل ايه؟ قال له ما تخافش خالص، احنا هنقف معاك، واي حد هيقف في طريقك هنمنعه خالص. مش بس كده، احنا هنكذب كذبة. قال له هنكذب نقول ايه؟ قال له احنا هنقول للناس ان انتوا عندكم آثار موجودة تحت المسجد الأقصى، فانت جاي عشان تطلع الآثار اللي مدفونة تحت المسجد الأقصى دي، والآثار دي بقالها آلاف السنين، وده بيثبت انه انتوا أصحاب الأرض، مش الشعب الفلسطيني هو اللي صاحب الأرض. فظالم قال له طيب يعني احنا لو كدبنا الكذبة دي الناس هتصدق؟ فبلفور قال له ما تقلقش، احنا هنمشي في كل مكان نقول ان انتوا ليكوا آثار موجودة في فلسطين تحت المسجد الأقصى. مش بس كده، احنا هنمشي نقولها في كل حتة، في التلفزيون، في الجرايد، على النت، واي حد هيقول عكس الكلام ده هنخلص عليه. وبدأ فعلا يخش ظالم على الأراضي الفلسطينية. كل يوم يا ولاد يدخل بلد في فلسطين، يدخل يقتل الناس اللي فيها ويطرد الناس اللي جواها ويهد البيوت على الناس اللي جواها ويسرق كل الذهب وكل الأكل اللي موجود. وكل يوم بيعمل نفس الجريمة دي. وفي يوم من الأيام دخل ظالم على بيت وراح خابط البيت. البيت ده طلع بيت مين يا ولاد؟ طلع بيت حلا وأهلها. هم كانوا قاعدين بيتعشوا واتخضوا قاموا مفزوعين، بصوا كده لقوا ظالم وأصحابه وقرايبه داخلين بيكسروا في البيت ويسرقوا الحاجة اللي موجودة في البيت. وقعد ظالم على الكرسي وحط رجل على رجل وقال له قال له البيت ده بتاعي. فابو حلا قال له لا، البيت ده بتاعي، انت بتعمل ايه؟ انت مالكش حق، ده بيتي ودي ارضي. فظالم قال له انا خلاص البيت ده عجبني وانا هاخده، وعلى فكرة لو انا ما خدتوش هيجي اهلي واصحابي وهيجوا ياخدوا البيت ده ويسرقوه ويطردكوا كلكم من البيت ده. فابو حلا حاول ان هو يقاومه ويمنعه، لكن ظالم راح ضربه بالمسدس رصاصة، جات له الاصابة في دراعه. خافت حلا جدا واستخبت ورا مامتها من الرعب والخوف.
خدت بعضها وخدت ابنها وخرجت من البيت وهي بتعيط. وهم خارجين يا ولاد لقوا ايه؟ لقوا المزرعة كلها اتحرقت. ظالم حرق المزرعة، ومش بس كده، هد البيوت اللي حواليهم وقصف المساجد والمدارس اللي جواها الطلبة واللي جواها الأطفال. مش بس كده يا ولاد، ظالم دخل واخد الناس وسجنهم يا ولاد، حطهم في السجن. كان بياخد البنات وياخد الاطفال يحطهم في السجن يا ولاد، ويجوعهم وميجيبهمش ميه عشان يشربوا، فيفضلوا قاعدين عطشانين. فضل الوضع كده يا ولاد 75 سنة. كل يوم ظالم يخش بلد او يخش قرية او يدخل مدينة في فلسطين، ويبتدي ان هو ايه؟ يحتل الارض دي، يعني ياخدها بالقوة، بقوة السلاح. دخل بالسلاح اللي معاه اللي اخده من بلفور عشان يساعده، ودخل ايه؟ عشان يحتل الاراضي. احتل كل فلسطين يا ولاد ما عدا منطقتين. اول منطقة هي غزة يا ولاد، خلاص، ومنطقة كمان هنا اسمها الضفة الغربية يا ولاد. هو ما دخلش المنطقتين دول، لكن هو متحكم فيهم. يعني ايه متحكم فيهم؟ يعني بيتحكم في الاكل، بيدخل الاكل على مزاجه والاكل اللي مش على مزاجه. حتى الدواء بيمنع الدواء عن العيانين، وبيقطع الميه والكهرباء عنهم. فضل يا ولاد ظالم يعمل كده في اهل فلسطين، يقتل فيهم ويطردهم من بلدهم ويخرجهم. فكانت الناس بتخرج وهي مقهورة، لأنه هو داخل بقوة السلاح وبيضربهم. فكانت الناس بتخرج ومعاها مفاتيح بيتهم، عشان متأكدين ان هيجي يوم ويحصل لهم عودة للبلد، يرجعوا لبلدهم ويعيشوا في بيوتهم. لكن ظالم طبعا منعهم من الحاجة دي وطاردهم برا فلسطين خالص، وكل يوم بيقتل فيهم. الأطفال الصغيرة يا ولاد كبرت وهي بتكره ظالم، كل مدى بتكرهه اكتر، لان هو قتل اهاليهم وقتل الاطفال الصغيره. فبدات الاطفال دي الصغيره تكبر، اللي عايش منهم بدا يكبر وبقى شباب وبقى رجاله كبيره جدا. وقررت الرجاله دي ان هي تنتقم من ظالم عشان عايزه تتخلص منه وتطردهم، زي ما البلاد زمان طردت ظالم من ارضها. طبعا لما طلعوا يعملوا كده الولاد الشبان الشجعان دول ان هم يواجهوا ظالم ويقاوموا ظالم، بدأ ظالم يجري على بلفور وقال له الحقني اعمل ايه؟ الحقني، الناس جايه عشان تطردنا هي كمان. فبلفور قال له ما تقلقش. بلفور ومعاه كذا بلد يا ولاد، كذا دولة، قرروا ان هم يساعدوا ظالم الوحش ده ويدوله اسلحة. وبدأ ان هو يقصف البيوت، يعني بيرمي عليهم ايه يا ولاد؟ صواريخ. ايه كمان يا ولاد؟ بصوا، بيستخدم الأسلحة عشان يقتل الأطفال، بيقتل الأطفال الصغيرين اللي ما عملوش حاجة، الأطفال البريئة والناس البريئة، حتى السيدات. مش بس كده يا ولاد، قطع عنهم الكهرباء وقطع عنهم المية، حتى ما بيلاقوش مية حلوة يشربوها. والأكل، بقوا الأطفال في فلسطين وفي غزة بيدوروا على الأكل مش لاقيينه، ومبقاش فيه اي مكان امان يعيشوا فيه. احنا قلنا ان ظهرت الشباب الشجعان دول الاقوياء، بدأوا ان هم بيستعينوا بالله سبحانه وتعالى عشان يواجهوا ظالم، عشان يتخلصوا. والناس دي واثقه في وعد ربنا سبحانه وتعالى ونصرته ليهم، ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرهم وهيخليهم يتخلصوا خالص من الناس الوحشه دي، الظالم ده واهله، ويتخلصوا منهم خالص. وارض فلسطين هترجع ارض يعني ما فيهاش ناس وحشه خالص، ما فيهاش اي ظلمه. وده اللي بيحصل دلوقتي في غزة. احنا دورنا بقى ايه يا ولاد تجاه الناس الطيبين في فلسطين والناس اللي بتقاوم دي، اللي هي بتحارب ظلم دي؟ نعمل لهم ايه؟ احنا قدامنا كذا طريقة. اول طريقة ان احنا ندعي لهم كتير جدا ونقول يا رب انصرهم، يا رب وفقهم، يا رب اكرمهم. تاني حاجة مطلوب مننا ان احنا لو نقدر نساعدهم نتبرع لهم باي حاجة، اكل، دواء، ميه، اي حاجه، حتى لبس، لان دلوقتي الجو برد عندهم، هم مش لاقيين لبس، نتبرع لهم باللبس. رقم 3، لو بنعمل ذنوب نحاول ان احنا نستغفر ونبقى ناس كويسه عشان ربنا يكرمنا بالنصر، وبعد كده نحاول ان احنا نساعدهم باكتر من كده ان شاء الله. فيهمنا جدا يا ولاد ان احنا نتاكد ان احنا واقفين مع اهالينا في فلسطين، وان هم يستحقوا ان هم يعيشوا على ارضهم. ان شاء الله في يوم من الايام هيرجعوا ومعاهم مفاتيح بيوتهم، وهيفتحوا بيوتهم بعد ما يكونوا اتخلصوا من الناس الوحشه دي. ودي كانت قصتنا النهارده، اتمنى نكون يعني الفكره وصلت لكم وكانت بسيطه، ومتشكره جدا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.